الجو البرد ده يعني شوربة عدس تدفي الجو وتدفينا معاه. ربع كيلو عدس، معاها بطاطساية متوسطة وقطيتين وبصلاية وجزرتين او جزراية كبيرة. نقطع كل الخضار ده ونحطه على ربع كيلو العدس المغسول على مية بتغلي على النار. هننزل بالعدس الاول مغسول بس مش بننقعه طبعا، وهنحط عليه البطاطس والطماطم والبصل والجزر. ما حطيتش هنا توم لاني هعمل بيه حاجة تانية هوريها لكم كمان شوية. البطاطس والقوطة والبصل، طبعا الخضار ده بيديله طعم حلو قوي، والجزر كمان بيديله طعم تحفة وبيخلي قوامه جميل جدا وبيظبط القوام بتاعه حلو جدا. التوابل ملح كمون كزبرة فلفل اسود ومكعب مرق. وفي طاسة تانية على النار هنحط معلقتين سمنة كبار، معاهم نص كوباية شعرية لحد ما يتحمروا كده ويبقى لونهم ذهبي وحلو. هنطفي عليهم وهنسيبهم على جنب. اول ما العدس يستوي هسيبه يبرد شوية عشان ما نبوظش الخلاط او الهاند بلندر، وهنطحنه لحد ما يبقى قوامه كله متجانس كده مع بعضه. نطحن الخضروات كلها مع بعض، وبعد كده هرجعه تاني على النار واحط عليه الشعرية اللي انا كنت محمراها من اول. لقيت القوام تقيل شوية فخففته بشوية مية عشان لسه الشعرية بتقله اكتر. حطيت الشعرية وسبته دقيقة بالظبط على البوتاجاز، وبعد كده طفيت عليه وغطيت الحلة وسبته عشان الشعرية متستويش قوي فتتنفخ يبقى شكلها مش حلو. هي تستوي الاستواء المظبوط دقيقة بالظبط، وطفيت عليها وغطيت الحلة زي ما انتوا شايفين. وفي الطاسة حطيت بقى معلقة الثوم المفروم مع شوية كزبرة يتحمروا، ونحطها نطشها على العدس بقى كده مع معلقة السمنة البلدي دي بقى تخلي طعمه تحفة. طبعا ما ننساش الليمون عشان ده اللي بيديله طعم جميل، والمخلل والعيش المحمص قطعته وحطيته في صينية في الفرن تحت الشواية. وبالهنا والشفا.